كنا نشيل هاي الأحلام من راسك سيد نور المالكي، واحنا ندعو القضاء، ندعو إلى انتخاب واختيار رئيس مجلس قضاء جديد، وندعو إحالة إلى كل من أفسد بالبلد وكان مسؤول مسؤولية عامة وأفسد أو أفسد البلد في عهده أن يقدم للقضاء، وعلى رأسهم نور المالكي. وكل عراقي قتل في عهد 8 سنوات من الفشل عليه أن يدعي على رئيس مجلس الوزراء أمام القضاء العراقي، وأن يحاكم نور المالكي، ويحاكم وياه كل واحد تحمل مسؤولية هذا الفشل. بالموصل الآن جماعة بعدهم مختلفين، هاي اللجنة التحقيقية، أنه يابا نريد المالكي يرد على الأسئلة، لأن وجهنا أسئلة. شوفوا هاي الصور، حددت لجنة التحقيق في سقوط الموصل أسبوعا واحدا لتلقى الرد على أسئلتها التي وجهتها لكل من نوري المالكي وأسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بدلا من تضييفهم. هاي يوم احنا راح نصوت، يوم ما نصوت. وأحمد الجبوري اللي قاعد بصف حاكم الزاملي يقول صارت مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة التحقيقية في أسباب سقوط الموصل على خلفية طرح اسم رئيس مجلس الوزراء السابق نور المالكي للاستجواب. طبعا المصدر قال البغدادية نيوز أن مشادة كلامية حدثت بين رئيس اللجنة حاكم الزاملي والنائبين كامل الزيادي وعامر الخزاعي لاعتراضهما على استجواب المالكي بشأن القضية لكونه شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة عند احتلال الموصل. شوفوا انتم جاي تشتغلون عكس العالم كله والله. هاي اللجنة، لجنة التحقيق الفاشلة عن سقوط الموصل، كل العالم يدري الموصل اللي سقطت بس انتم ما تدرون. بطل شغل. الآن يحال إلى القضاء بمحكمة خاصة نور المالكي وأثيل النجيفي، وكذلك يحال مهدي الغراوي ويحال علي غيدان ويحال عبود قنبر إلى القضاء وسعدون جوير ورا المالكي لزق يحال إلى القضاء. هذا رأي الشعب العراقي وهي إرادة الشعب. إذا مدحت المحمود يخاف يسويها نقول له وخر، يجي رئيس مجلس قضاء جديد يسويها. يحالون للقضاء، يحاكمون بمحكمة خاصة. ضيعوا الموصل وهسه راح يلحقهم صهيب الراوي ويلحقهم كرحوت ويلحقهم كل شيخ ساهم بهذا بضياع الرمادي همين، ويلحقهم باللي ضيع تكريت. كل واحد ضيع تكريت يلحقهم، وخاصة هذا المزور اللي اليوم انكشف انه عنده وثيقة مزورة. هاي شكل الحكي، مو الحكي ده تقول لي والله نجيبه لو ما نجيبه. لا جيبوه، صيروا رجال دولة عاد. كافي ما ننتظر انه بضيعوا لنا شو ضيعوا لنا بغداد حتى نحكي وياكم، لو ضيعوا لنا كربلاء. خلاص يحال للقضاء وانهاء زمن التآمر على البلد. كافي عاد، ما قادرين بالمسؤولية واخروا يجي غيركم. لجنة فاشلة بأداء فاشل. نجيبه لو ما نجيبه لا جيبوه، وجيبوا أثيل، وجيبوا كل واحد شاهد. سيد عمار قال أنا شاهد، واحد من يما دز لنا اياه وقال هو يدري، ومسعود بارزاني دز له. وخليني نقول لكم اياه، علي الدباغ، روح اسالوا علي الدباغ، قول له يا علي الدباغ ايش دز مسعود العمار حكيم، وجاوب وعمار حكيم بمن اتصل. اسالوا علي الدباغ. روح دزوا على السيد عمار وعلى سيد مسعود وخذوهم شهود. روح دزوا على رئيس اركان الجيش وخذوه شاهد، بس للقضاء مو بلجنه فاشله. حبايبكم الشعب بعد يسكت؟ ما يسكت الشعب بعد.